عليكم، كل سنة وانتم طيبين. السؤال ده ليك انت ولي انا ولكل واحد، ويا ريت تشارك رد سؤالك لو انت حابب تجاوب على السؤال في التعليق، عشان السؤال ده ليك انت الاول. هو ليه اشمعنى الدول العربية يا جماعة اللي دايما فيها النزاعات؟ اشمعنى الدول العربية؟ ناهيك عن حرب روسيا واوكرانيا، دي بند لوحده. ليبيا كان فيها تدخلات أجنبية، قوات تركية وقوات فرنسية وقوات إسرائيلية وقوات أمريكية، وكل دولتين بينهم نزاعات يجوا يصفوا نزاعاتهم عندنا احنا في الشرق الأوسط. العراق كذلك حصل فيها ان دخلت قوات اجنبيه وقوات فرنسيه برضه وقوات اسرائيليه وقوات امريكيه. قضيه القطاع اللي مش هتنتهي ومش هتخلص. السودان كذلك، ما حلوش السودان، مدخلين ميليشيات فيها وعاملين فيها اللي ما بيحصلش. ولبنان كذلك كلها قوات اسرائيليه وضرب ومش عارف ايه، حتى سوريا ما سلمتش. السؤال هو ليه دايما الدول العربية هي اللي مظلومة على الكرة الأرضية؟ اشمعنى بيحصل بس كده في الشرق الأوسط؟ ما سمعناش إن دولة أوروبية بيحصل فيها كده، ولا أوروبا بيحصل فيها النزاعات ولا تدخلات غريبة عليها. دايما التدخلات الغريبة عندنا احنا بس في الشرق الأوسط. ليه كل الدول حاطه عينيها على الشرق الاوسط وعاوزين ياخدوا خيرها وثرواتها ويمتلكوها؟ هو ده في ايه بالظبط؟ ده ضعف مننا ولا ده انا في اعتقادي اراده ربنا، الله اعتراض على امر ربنا، بس انا مش عارف اشمعنى الدول العربيه ليه. السؤال ده لازم تجاوب عليه وشارك اجابتك، اترك بصمتك باجابتك في تعليق. ربما السؤال دوت يوصل لغيرك، ربما العقول المغيبه تفوق بعد السؤال دوت ونفهم احنا وضعنا ايه ودنيتنا ايه. شارك اجابتك في التعليقات، اترك بصمتك وقول رايك. اشمعنى الدول العربيه هي اللي بيحصل فيها كده؟ السعوديه ما سلمتش من الحوثيين اللي كانت ايران زق الحوثيين عليه. جميع الدول العربيه، اشمعنى الدول العربيه بس اللي بيحصل فيها كده، وبيحصل فيها انتهاكات وبيحصل فيها مشاكل وبيحصل فيها تدخلات غريبه واجنبيه وبيحصل فيها بيبقى فيها تجمعات ارهابيه ما بنسمعش كده عن الدول التانيه ليه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل بالظبط في الدول العربيه؟ يا ريت تشارك رايك وتترك بصمتك في تعليق. ربما تعليقك واللايك بتاعك يوصل السؤال ده لغيرك، ربما نفهم كلنا احنا وضعنا ايه في العالم. السلام عليكم.